بسنونك بوجهك حبيبي، كل الفرح عندك. مبارك للمغرب. بارك الله فيك. قبل أن أحلق بمشاعري لأعانق هذه الأسماء التي كتبت التاريخ، أولا كل الحب لكل الكباتن في مشاعر نبيلة طيبة. كل الكباتن حتى على المستوى المهني والاحترافي كانت التوقعات بفوز المغرب، ولكن أنا أتلقى التهاني. دعني أتحدث من بغداد كيف تلقى الشارع العراقي هذه النتيجة بصدر رحب، وهذا الشارع المثقف من خلال أسماء وأناس عاديين يدركون قيمة كرة القدم. أعتقد بأن كل عراقي اليوم هو مغربي، هو مصري، هذا هو الهدف. شكرا للعراق، شكرا للشارع العراقي على هذه المحبة، شكرا لكل من ساند الأسود والفراعنة في هذه النهائيات. في المغرب الأفراح كبيرة، وكأن اليوم دائما عندما نتحدث عن أسود الأطلس نتحدث عن معزوفة أطلسية ربما يعرفها أبو صقر، لأنها أثثت المشهد التلفزيوني في الكويت. مقطوعة الأطلس اليوم هي سيمفونية أطلسية أطربت الجماهير العالمية على حساب الروك الأمريكي. شيء رائع أن نرى هذا الحضور وهذا التوهج، وأن ينجح الأسود في تلقين الأمريكيين درس في فنون كرة القدم. الأجواء كانت استثنائية. جميل أن يكتب التاريخ بهذه الطريقة، الأداء والمتعة والحضور والتميز. اليوم كرة القدم المغربية أضحت مدرسة تحمل توقيع العالمية. المباراة الأفراح، لا دقيقة، مباراة الأفراح، ردود الأفعال، شنو اللي دا يصير بالمغرب الآن؟ قول لنا إياه. اليوم المغرب كل مواطن عادي تحول لشاعر، كل مواطن يتغزل بطريقته الخاصة. احتفالات، أسر، أجواء، فانتازيا من نوع آخر في شوارع المغرب في كل المدن بدون استثناء. إذن لأنها قصة مجد. اليوم المغرب يثبت بأن هناك تسلسل على مستوى العطاء. ما حدث في مونديال قطر ربما تفاجأ الكثيرون لا يعرفون كرة القدم المغربية، ولكن اليوم يستمر هذا الحضور من خلال الأولمبياد. اليوم المغرب يؤكد بأن هناك تسلسل على مستوى الأداء. وما حدث، تحدثنا عن المنظومة، كيف عبر فوزي لقجع من المدرجات، إلى جانبه وليد الركراكي ثم رشيد بن محمود. إذن هناك منظومة، الكل يراقب، يعيش هذه التفاصيل الصغيرة والكبيرة. لم تكن هذه النتيجة إلا بمثابة هدية ليس للمغرب بل للوطن العربي، لإفريقيا، لكل من يعشق كرة القدم. لأن المغرب اليوم في هذا اللون وفي هذا الأداء هو خليط ما بين النكهة المغربية، الحضور الإفريقي، التميز العربي، والأداء الأمريكي اللاتيني الذي أضحى المغرب يسرق الأضواء بهذه المنظومة وهذا التجانس وهذا العطاء. أشرف حكيمي اليوم يقول للعالم بأنه من كوكب آخر. سنتحدث عن التفاصيل، لأن هذا القطار المغربي السريع كيف نجح على مستوى الثنائية واخترق الأراضي الأمريكية كما أراد ليصل لهذا الهدف، ليصنع مجد من نوع آخر. هذا هو الانتماء، هذا هو الحب، هذا هو الحضور. أشرت لنقطة مهمة، قلت بأن ربما من مكامن الحضور بالنسبة للمنتخب المغربي تتمثل في أشرف حكيمي، لأنه يعرف كواليس بارك دي برانس، يعرف هذا الملعب. أشرت لهذه النقطة، أشرت لهذه النقطة بالأمس، وقلت بأنه ستكون له ربما آراء وقناعة، لأن ربما يشحن هؤلاء اللاعبين الذي أكدوا بأن الوطنية هي فوق كل شيء، وأن إسعاد الجماهير المغربية والعربية والإفريقية كان هو الهدف. حققنا الهدف، في انتظار القادم إن شاء الله. يا رب. مبارك للعرب. والله أنا اليوم سعيد وفخور حقيقة في ما شفناه من إبداع فني كروي رائع لم نشاهده منذ سنوات، ومن منتخب عربي أنا أعتبره أوروبي. الكرة الأوروبية الحديثة موجودة في المغرب. وايضا ابارك للاشقاء في مصر. طبعا مصر احنا كنا اليوم يمكن صار تصوير لايف ابو حسين على فرحتنا بفوز مصر. فلذلك مبروك كابتن، مبروك الحضري، ومبروك كابتن ابو رياض. الحقيقه افرحتونا اليوم، واعتقد اليوم العالم العربي كله فرحان. وانت توقعت؟ انا متوقع. ما شاء الله. انا بس انت قل، انت ملك التوقع. بس انا الاخطبوط بول. لا الاخطبوط ابو لا ذاك يوم يطنز علي، قلت لا من يطنز؟ حد اللي يطنز عليك؟ لا انت ذاك اليوم قلت لي من يقدر يطنز ابو صقر؟ ابو عبد الله يطنز عليك؟ لا يقدر عبالي. مبارك لمصر، مبارك للمغرب، مبارك لاتحاد الحقاق، مبارك للحضري. طبعا مليون مبروك. مش هقول بس لمصر والمغرب، انا بقول للوطن العربي كله. انجاز طبعا ان انت توصل للاولمبياد قبل النهائي، طبعا دي حاجه كلنا نفتخر.
واحنا النهارده احنا جايبين ورقه ولا قلم، الورقه والقلم عند امين بقى. الامور الفنيه مع الافراح تنسي، خلاص تنسى اي حاجه. امين امين ينوب علينا طالما في فرح تنسى اي حاجه ان كانت حتى سلبيه. هي دي رجاله مصر، هي دي لعيبه منتخب مصر. في جميع المراحل منتخب مصر بيبان لما بيكون في المواقف الشده، في المواقف الصعبه، في اي حاجه بتلعب باسم مصر بتبقى اللعيبه قد المسؤوليه. الجهاز الفني انا واحد بشكرهم على الترابط، المذاكره بتاعه الماتش، تحضير المباراه، اللعيبه مركزه. لو انت النهارده بتشوف ان انت بتلعب كل 48 ساعه، كل 72 ساعه، يعني اليوم الثالث بتلعب مباراه، ان اللعيبه تلعب النهارده اكسترا تايم 30 دقيقه تانيين، وفي حوالي وقت ضايع 15 دقيقه، يعني انت لعبت ماتش وثلاثه اكسترا تايم غير ضربات الجزاء، ورغم كده الاداء موجود، الروح موجوده، الحماس موجود، الهدف موجود ان انت توصل لقبل النهائي. اللعيبه كلها بالاجماع مش هقدر اقول اسم واحد 18 لعيب، لا 22 لعيب، لان ما فيش حاجه اسمها 18 لاعب واربعه بره القايمه. 22 لاعب بقول لهم شكرا، بدايه من حمزه علاء لاخر لاعب اسامه فيصل. كلكم رجاله قد المسؤوليه. كان عندكم هدف من اول، مش هقول من اول البطوله، من بعد ماتش اوزبكستان وانتوا حاطين الهدف خلاص قدامكم. دي اللاعب المصري، ده اللاعب اللي بيحب بلده، ده اللاعب اللي بيسجد، اللاعب اللي هو عايز يعمل حاجه لبلده. انت النهارده عملتم انجاز باسم مصر، مش باسم اي حد، مصر. وكده مصر دي حط تحت منها مليون خط. صراحه انا واحد بفتخر النهارده بمصر، بفتخر بالمغرب. صراحه عملوا مباراتين على اعلى مستوى، توفيق ربنا سبحانه وتعالى كان معانا. ضربات الحظ طبعا دي ممكن تخسر منها وده عادي، ده ضربات حظ، بس التوفيق محالفك النهارده. اللي كان يقلقني طبعا في بعض اثناء في المباراه بقول لك نتكلم فيها بعدين، نعم. بس في توفيق وعدم توفيق. التوفيق كان محالفنا النهارده صراحه في الخمس ضربات جزاء بتوعنا. ضربه جزاء صدناها حمزه علاء. انا واحد وانا قاعد معاكم هنا انا بفتخر ان انا بلدي مصر صراحه، لان انا لعبت مع بلدي، عملت معاها الحمد لله اللهم لك الحمد، حققت 6 القاب لبلدي، 4 كاس افريقيا والميداليه الذهبيه في الالعاب الاولمبيه الافريقيه، في الالعاب الافريقيه، وواحده في الميداليه في البطوله العربيه. اللاعيبه اتبسطوا، افرحوا، عيشوا يومكم حقكم، بس انت عندكم هدف تاني صعب، انسى اللي فات، ان شاء الله ربنا يكرمكم في اللي جاي. مبارك للعرب، مبارك لتونس، مبارك للمغرب ومصر، مبارك للعالم العربي. ضمننا على الأقل ميدالية بنسبة